اسرار محلات حاره اليهود، بند محدش يعرف مكانه فين. الحمد لله جبت لكم مكان المساطر الخشب. اولا هو فين؟ في ممر الخراطيم، ده موازي لحاره اليهود. ممر الخراطيم، نحفظ كده، ممر الخراطيم. تروح هناك وتشوف الدنيا فيها ايه. وده رقم انا بتواصل معاه عن طريق الواتس، يعني اكتب له عايز 5 اسامي باسم كذا كذا كذا. بس لما تروح الاول تتعامل معاه هتنقي المساطر، تاخد تشكيله من المساطر. بعد ما تاخد تشكيله هيبدا يطلب منك اسامي عمر، زياد، مصطفى، فرحه، اسامي كتيره مش مشكله، هتكتبها تمليها له على الواتس. بس انت اول مره لازم تاخد تشكيله من عنده زي ما انتوا شايفين كده. انا مرتب الحروف كمان، مرتب الحروف. كل حرف زي الجيم مثلا هتلاقي جيم، ادي جمانه، ادي جنى، هتلاقيني مرتبهم في استك واحد عشان لما يجي زبون يطلبهم منك تطلعهم. اسرار وتريكات والله. ده رقم بتاع استاذ هشام مسطره، انا كاتبه ومسجله عنده هشام مسطره، بتعامل معاه على الواتس. ده رقم اهو عشان لو انت غلبت في اي حاجه. بس انت اول مره لازم تروح ممر الخراطيم وتسال عن بتاع المساطر هناك، استاذ هشام فين؟ هيقول لك اهو. يعتبر لما تخش ممر الخراطيم سادس محل على الشمال، عنده الاصناف دي كلها. انت بتنقي في اول ما بتبدا بتاع 100 اسم، 100 اسم بتنقيهم من المشهورين. وبعد كده اللي بيجي يسالك على حاجه بتجيبها من عنده او تبعتها له على الواتس، وتروح بعد يومين هيجيبها لك. اسرار وتريكات زي ما انتم شايفين. انا مالي اهو، بصوا بصوا، دي كلها اسامي، دي كلها ايه؟ اسامي. وحاطط في العرض حاجه زي كده، ببقى مرتب الحروف، تقى بتاع اوله ت بطلع زين، اي حاجه اولها زين مثلا بخش على السطر اللي فيه زين ده واطلع الاسامي اللي انا ايه حاططها جواه. بلاقي الاسامي يعني احمد، محمد ومصطفى، كل حاجه مترتبه بالحروف بتاعتها. طب السؤال بقى اللي فاضل بعد كده، انا بجيبها من عنده بكام؟ ب5 جنيه المسطره، ب5 جنيه. في معلومات تانية عايزينها بالنسبه للموضوع ده؟ لا. قلت لكم المكان. هل في حاجه انا لسه ما قلتهاش؟ قلت لكم المكان، قلت لكم السعر، قلت لكم التليفون. بعد كده تتعاملوا معاه على الواتس. استاذ هشام اهو رقمه اهو. فايده تانية ليكوا اهو، الولاعات اللي كنت قايل لكم عليها ب 180 عند القاضي، ركزوا معايا في شكلها. كنت قايل لكم هي كده كده كده، رحتوا هتقول له الولاعه اللي بغطا ب 175، هيجيب لك الولاعه دي عند القاضي. انا منزل فيديو، كانت ب 180 بقت ب 175، عشان برضو لو رحتوا او اتعاملتوا، لان الولاعات بند اساسي. فاما الاقي هي نزلت 5 جنيه، هم ناس محترمه بصراحه. وانت بتخش على فيه كمبيوتر وبتاع بيتعاملوا، مش بحد كل واحد يقول لك سعر. بتلاقي محل ده يقول لك سعر وده يقول لك سعر وصاحب المحل يقول لك سعر. لا، ناس من الناس المحترمه في عند القاضي، ودي ينزلوها من 180 ل 175. برضو معلومه مفيده لازم اقوله لكم. انا دلوقتي ما سبتلكوش حاجه، المصادر اتكلمت عليها والبند الولاعات، ولو لقيت في بند تاني نزل او طلع هقول لكم عليه. الاسعار متغيره، بتبقى 5 جنيه تحت، 5 جنيه فوق. انا اذا كنت قدرت افيدكم بحاجه في المشروع بتاعكم، الناس تفتح مجالات وتسترزق باذن الله. وكل ما ارجوه عمل لايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.